انت تعرف ان الدولة لو بتستورد اكتر ما بتصدر ميزانها التجاري بيميل عليك. ايوه بيميل عليك انت. اقول لك ليه؟ عشان احنا مستهلكين مش منتجين. عشان احنا مع الاسف بنحب الفشخرة الكدابي، والفشخرة طبعا معناها معروف يا ابو عمو، انك ما بتمشيش على كدك. يعني ما يبقاش دخلك 150 جنيه ولا 200 جنيه تقوم انت تصرف 300 400 جنيه. ما عنديكش لكن عايز ان شاء الله تستلف وتتداين وتتزنق. الفشخرة دي هي الاب الشرعي للديون والمتاعب، هي السبب في الهموم. الكلام ده صحيح يا ابو عمو على مستوى الافراد ومستوى الدول. اقول لك ليه؟ لان الفرد لما يصرف اكتر من دخله هيفتجر. وبينا مع بعض اوريكم مشروع هيخلي الفلوس ما تخلاش من جيبكم. اقول لك مصنع في بيتك، وكلمة مصنع طبعا يعني معناها ملايين. انا مش هقول لك اصرف ملايين، انا هقول لك اصرف ملاليم. طبعا احنا جبنا رخامة وقطعناها. ظهرت في الاونة الاخيرة قوالب بتجيلنا من الصين بالطوب الفرعوني وبالطوب الهاشمي، والرسومات اللي احنا بنشوفوها على الاسوار بتاعة الفلل والقصور والعماير والخ. مشروع بمثابة مصنع في بيتك. ما عليه غير انك انت بس لايك وشير وكومنت حلو منك. ولو كنت بتتابعني من مصر او من وطننا العربي، كل التحية والتقدير ليكم. حب الخير لغيرك كل الخير يجيلك. طبعا زي ما حضراتكم شايفين رصينا 3 بلاطات منا و3 بلاطات مني، وعملناهم نظام قالب بلاطة واحدة. ناس كتير قالت لي يا ريت تعمل لنا القالب ده، وطبعا بنعمله القوالب وبنعمل جميع المشاريع اللي هي سهلة وبسيطة ومش مكلفة. فاحنا قلنا القوالب بدل ما بتجيلنا من الصين احنا نعملها بيديني. وطبعا حضرتك زي ما انت شايف الطريقة شرحها نفسه. المواد المستخدمة تقدر تسأل عليها او تكتب في جوجل اين تباع المواد. السيليكون رابر والفايبر جلاس والبولستر هيجي لك اقرب تاجر ليك. طبعا احنا عملنا قالب كامل متكامل، هيطلع لنا بلاطة كاملة بدل ما بيجي طبيعي. انت هتعمل بلاط صناعي. الخامة اللي معانا دي احنا هنعملها بالجبس. طبعا دي فكرة وفي يدك ان انت تطور من الفكرة. زي ما حضراتكم شايفين بنصب في القالب اللي احنا عملناه. القالب طبعا تقدر تاخده من خلال رسائل الصفحة، مش هتشتري القالب. تقدر تعمله بالمقادير اللي احنا بنذكروها في الفيديوهات بتاعتني. انا ما بخلتش عليك ونزلت لك الصنعة كلها في الفيديوهات، لعل وعسى